صباح الخير. في الفيديو ده هشارك معاكم الروتين الديني وازاي نبقى قريبين من ربنا. كنت ظابطة المنبه عشان يصحيني قبل الفجر، بس للأسف ما سمعتوش وصحيت متأخر شوية. وانا بحاول بقالي فترة ان انا فعلا ابقى منتظمة في صلاة الفجر، حتى لو مش هصحى بدري برضو بظبط المنبه عشان يصحيني واصلي الفجر في ميعاده. حرفيا بتفرق جدا في نفسيتي وببقى مرتاحة وحاسة ان اليوم بيبقى فيه بركة، لان بيبقى قدامي وقت طويل. حتى لو نمت شوية برضو بصحى بدري وبعمل حاجات كتير ورايا. تمام. هنا بقى ببتدي اتوضى، وطبعا بنتوضى يعني بيقين كده، وبنقول دعاء قبل الوضوء: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. والحاجات دي والأدعية والعادات البسيطة الصغيرة دي بتفرق جدا معانا، ومع الوقت خلاص بتبقى عادات احنا بنعملها تلقائي من غير ما نحس. انت لو اتعودت ان انت تدعي دعاء معين وانت بتتوضى، اتعودت ان انت تقول الاذكار، اتعودت ان انت تقول اذكار النوم، عادات معينة بتعملها بعد الصلاة، كل الحاجات دي مع الوقت هتبقى خلاص هي حياتك كده وطبيعتك كده، وبتعملها من غير ما تشعر ومن غير ما تحس، مش بتبقى عبء عليك. هنا بقى كنت بحضر المصلية والإسدال بتاعي، بحب جدا ان انا اعطرهم بالمخمرية بتاعتي. ريحتها جميلة أوي، باحب إن أنا أعطّرها كده، واخلّي ريحتها حلوة، بجد بتفرق جدًا في نفسيتي. حاولوا إن أنتم تهتموا بالتفاصيل البسيطة، يعني المكان اللي تكونوا بتصلّوا فيه يكون رايق ومنظم وهادي، ما يكونش حواليكم حاجات كتير، ما يكونش حواليكم ناس كتير. يعني الأفضل لمّا نيجي نصلّي يعني في خشوع، وعشان يبقى الصلاة في خشوع الأفضل إن إحنا نصلّي لوحدنا، نقابل ربنا لوحدنا. يعني أكنك رايح تقابل حد كده أنت بتبقى مبسوط معاه، فعايز تقابله لوحدك، عايز تتكلم معاه براحتك لوحدك كده مع نفسك، تبقى مركّز معاه. هو كده بالضبط. كمان أنا باحب أصلّي الفجر، يعني لمّا باصحى عشان أصلّي الفجر، باصحى قبل الفجر كده بحوالي تِلت ساعة عشان أصلّي قيام الليل. أنا بحكم ظروف حياتي وشغلي أنا مش هينفع أسهر أو مش باحب أسهر، ف بابقى عايزة مثلًا أصلّي القيام، والأفضل إن إحنا نصلّي القيام في الثلث الأخير من الليل. فده عملته إن أنا باصحى قبل الفجر بحوالي تِلت ساعة كده، وباصلّي القيام براحتي، وبعد كده الفجر بيأذن، وبعدين باصلّي سُنّة الفجر، وبعدين باصلّي الفجر. كمان من الحاجات المهمة واللي فرقت معايا فعلًا في علاقتي مع ربنا، إن أنا بقيت أصلي السُنن. ولو حتى حد مش منتظم في الصلاة، لو هيبدأ يصلي ما يكتفيش إن هو يصلي الفرض بس ويقول أنا لسه يعني باحاول أنتظم. لأ، اللي هيخليك تنتظم في الصلاة فعلًا إنك تصلي السُنن، لإن لما بتتعود إن أنت تصلي السُنن طبعًا هي ثوابها كبير جدًا، بتقربك من ربنا جدًا. وبجد اللي عايز ربنا يحبه يصلي السُنن بجد، وثوابها كبير جدًا. لكن لمّا بتصلّيها، لو جات فترة مثلًا تكاسلت في الصلاة، يعني مش قادر، حاسس إنك تعبان، أي فترة كده ممكن تعدّي علينا، لمّا بتصلّي النوافل اللي هي السُنن، طبيعي إن أنت يوم ما تتهاون هتتهاون فيها، لكن مش هتتهاون في الفرض. فأنت يوم ما تيجي خلاص بقى تكسل، خلاص هتصلّي الفرض بس. تمام. فعشان كده باقول لكم انتظموا في السُنن، أدام يعني مش في وقت مثلًا شغل كده، لو هتعرفوا تصلّوها بجد بتفرق جدًا معاكم، وبتقرّبكم جدًا من ربنا. كمان من العادات اللي المفروض نتعود عليها دايمًا إن إحنا ندعي لأهلنا في كل صلاة، كل فرد لازم ندعي لهم، ما ننساهمش أبدًا في دعائنا. طبعًا بعد كل صلاة بابقى متعودة إن أنا باقرا آية الكرسي، ده أساسي بعد كل صلاة. نتعود إن إحنا نقرا آية الكرسي، ثوابها كبير جدًا يا جماعة بعد كل صلاة، وتقدروا تبحثوا عنها. كمان باختم الصلاة بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
33 مرة على إيدي. دي حاجة بابقى متعودة عليها، وحرفيًا لمّا تتعودوا عليها خلاص يعني أنتم هتعملوها بعد كل صلاة، فبجد هتفرق جدًا معاكم. بتاخدوا طبعًا ثواب، بتذكروا الله، بيبقى حتى لو يومكم مشغول وكُلّه مسؤوليات وكُلّه حاجات كتير بتعملوها، أنتم عاملين نظام في حياتكم، اللي هو دقايق مش الموضوع فعلًا مش بياخد معاكم دقايق بعد كل صلاة، بتلاقوا نفسكم إن أنتم يعني عملتوا يعني أديتوا عبادتكم صح، من غير بقى ما تنسوا والدنيا تلهيكم والمشاغل والحاجات دي كلها. خلاص أنتم حتى لو وراكم حاجات كتيرة جدًا، دقيقة أو الاتنين دول يعني مش هيفرقوا معاكم في حاجة، ولكن هتحسوا إن أنتم أنجزتوا فعلًا في علاقتكم بربنا. كمان بعد ما باصلي الفجر طبعًا بابتدي إن أنا أقرا أذكار الصباح والمساء. ودي حرفيًا المفروض نتعامل معاها يعني أكنها، طبعًا مش هاقدر أقول زي الفرض، لأ طبعًا دي حاجة تانية خالص، بس مهمة جدًا، بتحمينا وبتحفظنا، ويا ريت فعلًا يبقى قلبنا حاضر وإحنا بنقراها، مش نقراها كده وخلاص. كمان باحب جدًا إن أنا بعد ما باقرا الأذكار بابتدي أقرا وِرد قرآني ولو صفحة واحدة، المهم إن أنا أقرا قرآن وأتدبّر المعاني مش باقرا وخلاص. واللي أنا منتظمة عليه دلوقتي هو الأذكار اللي أنا منتظمة عليها عامةً خلال اليوم، الاستغفار والصلاة على النبي، بجد. يعني طبعًا كلنا بنسمع عن المعجزات بتاعة الاستغفار والصلاة على النبي بتعمل ايه، فأنا حابة ان انا يعني دايما يبقى معايا الاتنين دول، ابقى بستغفر ربنا وبصلي على النبي، بجمعهم الاتنين مع بعض. بجد يعني خلال اليوم كده يعني احاول طبعا ان يبقى قلبي حاضر وانا بقولهم، بس حتى يعني اتعود طول ما انا اعرف اقولهم، يعني دايمًا أبقى باقرا الأذكار في أي وقت بقى في اليوم. كمان باحب جدًا إن أنا أجيب كوباية مَيّة وأقرا عليها سورة الفاتحة أو ما تيسر من القرآن اللي أنتم عايزين تقروه. كل القرآن شفا بجد، بس يعني زي ما تحبوا، أنا ممكن أزوّد عن سورة الفاتحة طبعًا باقرا سور كتير. ولو ممكن ما عندكوش وقت أو كده ممكن تكتفوا إن أنتم تقروا سورة الفاتحة وتبتدوا تشربوا المَيّة دي. طبعًا يعني مش قادرة أقول لكم هتفرق إزاي في النفسية. المهم نرجع لموضوع الأذكار، زي ما قُلت لكم أنا حاليًا الفترة دي عايزة أنتظم على الاستغفار والصلاة على النبي دايمًا في أي وقت، طول ما أنا عارفة أقولهم، حتى لو أنا مثلًا واقفة باعمل حاجة في المطبخ، باعمل أي حاجة في الشغل مثلًا وأنا لوحدي كده، أبتدي أستغفر ربنا، أصلي على النبي. آآ وزي ما قُلت لكم الأفضل يبقى قلبنا حاضر. تمام. هنا بقى قُلت أولّع بخور، باحب جدًا في الوقت اللي هو قبل الضهر كده بشوية، باحب إن أنا أفتح الشباك والشمس تدخل وأولّع بخور، بجد يعني إحساس جميل جدًا، ويا ريت طبعًا تجيبوا بخور تكونوا بتحبوا ريحته، مش أي حاجة وخلاص، يعني تكون ريحته مريحة بالنسبة لكم. كمان من الحاجات المهمة إن إحنا أول ما نسمع الأذان نقوم نصلي، ما نستهونش أبدا بميعاد الصلاة، أدام إحنا مش في حاجة يعني مش عارفين مش هنقدر نسيبها ونقوم نصلي، لأ، مينفعش أقول أنا هشوف الحاجة دي على التليفون بسرعة وبعدين أصلي، أو أنا هكلم صاحبتي بسرعة ولما أخلص بقى براحتي أبقى أصلي، أو أنا هعمل الحاجة دي وبعدين أقوم، لأ مينفعش. لازم أول ما نسمع الأذان نقوم نصلي، ما نديش فرصة للشيطان إن هو يخلّينا نتكاسل أو نعمل ذنوب، لإن لمّا نتكاسل في ميعاد الصلاة خلاص إحنا ممكن بقى نتكاسل لحد ما نجمعها مع صلاة تانية، ما إحنا خلاص بقى ما صليناهاش في ميعادها، فمش هتفرق نصليها في أي وقت، فما نستهونش وما نتبعش خطوات الشيطان زي ما ربنا قال لنا. تمام. كمان من العادات اللي أنا باحب جدًا أعملها الفترة دي، إني أقرا سورة الواقعة.
طبعًا أنا كل فترة بيبقى في سورة معيّنة باقراها غير الوِرد القرآني، يعني مش باقرا سورة بس من القرآن وخلاص لأ، آآ المفروض إن إحنا نقرا آيات كتير أو نقرا في القرآن كلّه، لكن لو في سورة معيّنة إحنا بنحبها أو إحنا بنرتاح لمّا بنقراها تمام، يعني الأفضل نقراها جنب الوِرد القرآني. أنا باقرا حاليًا سورة الواقعة، باحبها. آآ طبعًا كلّنا عارفين إن هي قد إيه سورة الواقعة جميلة جدًا لموضوع الرزق، وطبعًا الرزق أنواع، فأنتم تقدروا تقروها وحطّوا نيّة الرزق اللي أنتم محتاجينه في حياتكم، وانتظموا عليها كل يوم، أكيد، أكيد هتفرق جدًا. آمم أنا كل فترة زي ما باقول لكم بيبقى في سورة معيّنة، يعني أوقات باقرا سورة البقرة، أوقات سورة ياسين، لكن الفترة دي أنا حابة أقرا سورة الواقعة. هنا كنت باقرا في الأول كنت باقرا أذكار المساء، باحب أقرا أذكار المساء أو الأفضل إن إحنا نقرا أذكار المساء في وقت اللي هو بعد العصر، ده وقت كويس جدًا آآ لأذكار المساء، كمان أذكار الصباح بنقراها بعد الفجر اللي هو في وقت الشروق ده، دول أفضل أوقات لأذكار الصباح والمساء طبعًا. آمم بجد لمّا بتقراهم في الأوقات دي بالذات بيبقى حِصن من جميع كل حاجة مؤذية، حِصن ليكم من كل حاجة مؤذية حرفيًا. كمان من العادات اللي باحب أعملها إن أنا أتكلم مع ربنا قبل ما أنام، أتكلم مع ربنا في كل حاجة، أدعي ربنا بكل حاجة نفسي فيها، أتخيل الحياة اللي أنا عايزة أعيشها، أشكر ربنا على كل النعم اللي مديها لنا. مارسوا الامتنان دايمًا، مارسوا الامتنان قبل ما تناموا بالذات، هيفرق جدًا معاكم، وفكّروا في الحاجات الإيجابية والحاجات الحلوة قبل ما تناموا، متفكّروش في أي حاجة توجعكم أو أي حاجة تضايقكم، لإن أنتم هتصحوا نفسيتكم متضايقة وتعبانة بسبب اللي أنتم كنتم بتفكّروا فيه قبل ما تناموا. كمان من العادات اللي أنا باحب أعملها إن أنا يعني كاتبة أهدافي في ورقة وباحب أقراها قبل ما أنام. يعني بعد ما بنشكر ربنا وبنتكلم في كل حاجة نفسنا فيها وبندعي ربنا بكل حاجة، كمان ان انت تكتب اهدافك كده وتقراها كل يوم وتفكر نفسك بيها كل يوم قبل ما تنام هتفرق جدا، وان شاء الله مع الوقت تتحقق. اهم حاجة ان احنا يكون عندنا يقين بالله وحسن ظن بالله ان ربنا دايما هيعمل لنا الاحسن وهيختار لنا الاصلح لينا، وان احنا طبعا نبقى قريبين من ربنا دايما. كمان قبل ما باجي انام بقرا اذكار النوم او ممكن اقرا آية الكرسي كذا مرة. طبعا آية الكرسي مهمة جدا ان احنا نقراها قبل ما ننام، وبظبط المنبه عشان يصحيني قبل الفجر كده بحوالي تلت ساعة، طبعا عشان اصلي القيام وبعد كده اصلي الفجر. حاولوا ان انتوا تنتظموا في صلاة الفجر وتخلوها عادة ليكوا، يعني مش قادرة اقول لكم هتفرق معاكوا ازاي في نفسيتكوا ان انتوا تبقوا قريبين من ربنا في كل حاجة، ربنا هيبقى معاكوا دايما. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تدوسوا على اللايك وتعملوا متابعة عشان يوصلكوا كل الفيديوهات اللي انا بنزلها. استنوني في فيديو جديد، باي باي.